السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اماني من قناه يوميات سوبر موني، والنهارده فيديو جديد. قبل ما ندخل في الفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حطي لي بقى لايك من ايدك الحلوه وتعليق كده حلو تحت الفيديو زي قلبك. ربنا يبارك لي فيكم ويسعد لي قلبكم ويصلح حالكم يا رب. انا صايمه النهارده الاثنين. سامحوني والله لو انا اتاخرت في الفيديوهات، بس معلش ملك كانت تعبانه مني قوي والله، ومازن مش عارفه مالنا. الحمد لله كلنا واخدين دور غريب كده، بس الله المستعان. ربنا كريم ان شاء الله ويعدي المحنه اللي احنا فيها دي على خير. ده ادعوا لي يا بنات، ادعوا لي قوي بالله عليكم. والله الحمد لله على كل حال، بس عارفين اللي هو بحس ان انا بقوم من حاجه بقع في حاجه، مش عارفه اقوم اكمل يومين على بعض. اللي هو بقوم ويبقى عندي باور واشتغل والدنيا زي الفل، وشويه هوب بنقع احنا التلاته، مش عارفه في ايه، والرابع هناك. الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله ربنا كريم يا رب ويعوضنا كل حاجه حلوه وكل خير. وديت ملك الدرس وجيت بقى عشان اكمل الليله دي. بقى لنا 3 ايام او 4 ايام كمان نايمين في السرير ما بنقومش، احنا التلاتة والله. الله المستعان. بصوا عينيا تاني، عملت تاني اهي، بصوا شايفين؟ مش عارفه باينه ولا لا عشان بصور في بصوا مش عارفه ايه، والله العظيم ما عارفه. انا تعبت من الموضوع ده، بس الحمد لله الحمد لله على كل حال. كل اللي يجيبه ربنا خير. لو تاخدوا بالكم اهي بصوا نفس الحمار. بقالي 3 ايام عندي صداع، مش صداع، في خبط، في شواكيش في دماغي بتدق. اخد كتفاست مفيش، اخد علاج لصداع نصفي مفيش. فالحمد لله الحمد لله. فعيني قمت لقيتها تاني، بس هنقعد مش هنقعد. قمت وديت ملوكة الدرس وشغلت القرآن عندي كده في الأوضة وعليته. بحاول أصحي مازن، عندنا درس، بس مازن تعبان خالص هو كمان. ربنا كريم. عايزه اقول لكم المطبخ زي ما سيبناه مع بعض، والله ما عملت فيه حاجه، والله ما عملت حاجه. في شويه مواعين، مش هقعد ارغي كتير واقول لكم بصوا وعندي ومش عندي، لا والله انا بس بوصف لكم حالتي. والله ما بشتكي ولا اي حاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، فضل ونعمه من ربنا. واي حاجه بتيجي من ربنا فهي خير. الحمد لله الحمد لله. يلا بينا ندخل في الفيديو على طول ونشوف هنعمل فيه ايه، ونظبط الكلام بقى ونشوف اليوم النهارده هيمشي ازاي. الله المستعان. اول حاجه بقى عملتها كده، دخلت على المطبخ على طول، استغليت الفرصه، قلت عبال ما مازن يصحى من النوم ويلبس وكده ويجي نازل، هنزل على سكته واجيب ملك. هما ميعادهم ايه كانوا يعني؟ حد يطلع حد يخش، فاهميني؟ بس فميعاد مازن ان هو يروح درسه وميعاد ملك تطلع، فقلت بتنزل على سكه مازن اجيب ملك. فقلت الوقت ده يعني استغله، ساعه ونص ولا ساعتين، طب ما يعني ليه اضيع الوقت؟ انا كنت صايمه، بس والله بصوا اكتر وقت بحس ان انا فيه باور ونشاط وحماس وعايزه اعمل كل حاجه وانا صايمه. لما بقوم افطر او باكل اي حاجه والله العظيم بتقل كده وبكسل، مش عارفه ليه. المهم قمت بقى دخلت على المطبخ. عايزه اوريكم الوحده دي بعد ما بيضتها وعملتها بقت رهيبه، وعايزه اقول لكم ان هي في الحقيقه كمان احلى بكتير قوي قوي قوي. مش عارفه لما كانت بيش كنت حاسه ان هي شاذه كده في المكان، مش عارفه ليه. انما دلوقتي ابيض في اسود، ففعلا شكلها حلو جدا. على فكره في ناس بتعملها وتعلقها، في ناس بتعملها مثلا وتحطها في ركن معين في الجنب كده، يعني على حسب ما انتي حابه. بس بجد هي حلوه جدا. في حد سالني على مقاساتها، هحاول والله ان انا اقول لكم حاضر، لان انا ما يعني مش فاكره الرسمه اللي انا كنت عاملاها فين. وبعد ما عملت الرسمه لقيت اسلام بيقول لي ايه، على فكره انا ما عملتش المقاسات اللي انتي قايلاها، انا عملت نفس الرسمه بس ما عملتش المقاسات. قلت له ايه ده ليه يا اسلام؟ قال لي انتي ما خدتيش بالك، وفعلا دي فاتتني اول مره حاجه تفوتني، او حاجه زي كده تفوتني. ما عملتش حساب الفواصل بتاعه الستاند ده، فلقيته هو بقى مزود. يعني انا مثلا كنت عاملاه مثلا 15، هو عمله 20. قال لي في انصص في النص، فانتي عبال ما تجمعي هتلاقي الدنيا فتحت معاكي. قلت له تصدق صح، ففعلا دي كانت فايتاني. فربنا يكرمه والله بجد، تسلم ايده. اي حاجه خشب او نجاره ما ب... يعني ما بشغلش بالي، ببقى عارفه اني لو قلت له على اي حاجه هيعملها لي. اي حاجه والله، اي فكره مهما كنتي عايزاها هيعملها لك. ما شاء الله كمان بيعمل اوض نوم وبيعمل حاجات حلوه جدا جدا جدا، حتى البانكت والحاجات دي بيعملها حلوه قوي. فربنا يبارك له ويصلح حاله يا رب، اللهم امين.
بس هنا بقى ايه، قلت امسح كده الركن ده. انا بقى لي عايزه انزل اجيب ستيكر ان شاء الله على الاسبوع الجاي بقى كده، خلاص اكون خلصت المطبخ خالص وخلصت الشقه. اعمل بقى الكماليات بتاعتي اللي هي مثلا ايه، المفرش، البتاع ده المفرش بره مثلا، خلاص بقى احط هنا الستيكر اغيره، اللي هو خلاص هيبقى قبل رمضان على طول، فاهميني؟ كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبلغنا رمضان، امين يا رب العالمين. الايام دي حلوه يا بنات. عايزه افكركم ب 13 14 و15 شعبان ان شاء الله هيبقوا جمعه وسبت وحد. لسه كنت بتكلم والله، منى هي كانت بتكلمني اهي، وعمالين نتكلم وانا عماله الخبطها اقول لها 10 11 15 13 ايه. قالت لي هو في ايه؟ قلت لها مش عارفه، انا مش مجمعه ليه. اللي هو عايزه اقول لها يعني التلات ايام البيض، فمش مجمعه خالص خالص، مش عارفه الكلام بيقع مني ليه. المهم لقينا قالت لي هيبقوا جمعه وسبت وحد. قلت لها طب حلو كده، يبقى احنا ايه، نلحم بقى من الخميس للاتنين، يعني خميس وجمعه وسبت وحد والاتنين، كده كده احنا بنصوم اتنين وخميس، فيدخل بقى فيهم جمعه وسبت وحد كمان اللي هما الايام البيض. بس الايام دي مش هتتعوض، واحساس حلو قوي والله يا بنات، احساس حلو قوي. اليوم اللي بيعدي وانا صايمه فيه كده وربنا بيقدرني فيه واصومه، ببقى فرحانه. ليه بقى؟ لاني ببقى عارفه ان ربنا كده، الله يعني اما نويت ان انا اصوم، او انا ناويه مثلا ان انا الشهرين دول مفوتهمش، مش هقول لكم يعني بصلي بقى قيام ويعني ايه، يعني عاملة كل حاجة كما يجب أن تكون، بس بحاول ما اقصرش، بحاول على قد ما اقدر ان انا الخمس فروض اصليها، بحاول على قد ما اقدر ان انا ممكن بالليل ركعتين. على فكرة في حد قال ما تقوليش عشان الحاجات دي بتتحسد، انت معاكي حق طبعا، معاكي حق، لان في ناس نفوسها مش حلوة، في ناس مريضة، في ناس مش عايزاكي احسن منها، بس في نفس الوقت في ناس بتبقى مستنية ان انتي حد قدامها يشجعها، مستنية حد قدامها ان هو يقول لها يعني قومي او يديها دفعة. فبصي انا دايما ماشية بمبدأ الحسد موجود والحسد مذكور وكل الكلام ده، بس دايما بقول يا رب انت الحافظ، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ربنا طالما قدرك، الحسد موجود، بس انت طول ما بتقولي يا رب انت الحافظ، واستودعتك يا رب حياتي وولادي وبيتي ومالي وصحتي كلها، كلها لله. طول ما انت بتستودعي كده حياتك كلها لله، صدقيني محدش هيضرك ولا هيأذيكي. عادي عادي، كلنا بنقع وبنقوم وبنتعب ونفسيا بنتعب شوية عادي، بس بنرجع اقوى على فكرة. يعني لما بتاخدي فرصة كده او هدنة مع نفسك بترجعي اقوى، بتاخدي باور، بتقعدي تفكري مع نفسك ايه نقط ضعفك، ايه نقط قوتك انتي. لا انا جامده، لا انا انفع، لا انا قويه، لا انا مش ضعيفه، لا فاهميني؟ بس فصدقيني طول ما انتي بتقولي يا رب، وطول ما انتي بتقولي يا رب انت الحافظ، مفيش حاجه هتضرك ابدا. وطول ما انتي بتصومي وبتقربي من ربنا، واذكارك بتاعت الصباح والمساء، بتستغفري بتسبحي، والله العظيم احساس رهيب. وطول ما انتي بين ايدين ربنا، ولا تشغلي بالك باي عبد خالص خالص خالص، ربك الحافظ. بس فسيبيها على الله والله. عايزه اوريكم اهو انا بدهن الوحده، بدهنها ازاي، انا عملتها بصوا. عايزه اوريكم ان مني حبيبتكم شاطره جدا 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 على فكره. والله حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم لما اتدهن بقى لونه احلى. كمان في الحقيقه شكله حلو قوي وهو محطوط كده على رخامه، شكله حلو قوي. بس والله حبيت اشارككم يعني واصور معاكم المقطع ده بس. فالله المستعان يا رب، الله المستعان. قولوا لي بقى ايه حضرتوا ايه لشهر رمضان؟ انا عن نفسي والله العظيم مش يعني مش بحاول ان انا والله اتجمل، ولا ان انا اعيش دور مش بتاعي، او ان انا بعمل حاجه او بقول حاجه مش بعملها. واللي عارف موني هيعرف الكلام ده كويس قوي. يمكن السنه دي فعلا فعلا بحضر لرمضان صح. اكتر وقت واكتر تحضيرات لرمضان هو اللي احنا بنعمله، ان انتي بتستعدي لرمضان من شهر رجب، واحنا بنستعد لرمضان. اللي هو بنقرب، بنحاول ان احنا نأهل نفسنا لشهر مش بيتكرر غير في السنة مرة. يا عالم الدنيا هترجع بينا، ويا عالم هنعوضه تاني ولا لأ. بس
كل اللي بيتكلم على حد يبطل، كل اللي مخاصم حد يصالحه، كل اللي في قلبه حاجة مش حلوة يسامح، كل اللي هقول لكم ايه، كل يعني اي حد فعلا بيعمل حاجة غلط يبطلها. حاولي صدقيني والله العظيم العمر ولا حاجة ولا اي حاجة، في لحظة عادي كلنا بنغلط، بس العيب ان احنا نفضل مكملين في غلطنا. فاهميني؟ ما نقولش ستوب كده ونعمل وقفة مع نفسنا. بصوا انا مش بتكلم بالدين قوي، لان في ناس احسن مني بكتير جدا، ويمكن قلت لكم قبل كده بحب اتفرج على قناه عيشه، يعني قناه عيشه حياتك مع معليات، بحبها جدا جدا. ست ازهريه، ست فاهمه هي بتقول ايه، بتتكلم بالدين وبتتكلم فعلا بقال الله وقال الرسول. انما يمكن انا بتكلم يعني بحته مش هقول لكم تنميه بشريه ولا الكلام ده خالص، لاني برضو مش واخده كورسات، بس انا بتكلم من واقع خبرتي في الدنيا وتعاملي مع الناس عموما صدقوني الحياه ولا اي حاجه، في لحظه الدنيا بتتغير وبتتشقلب. يمكن عشان كده دايما بقول يا رب، يا رب اكفيني شر المستخبي، يا رب استرها عليا من بكره، آم، ويعدي اي حاجه يا رب كده في حياتنا على خير. بس عارفين بقى كبيري دلوقتي، بقيت حاسه ان انا والله العظيم اوقات بحس ان انا مثلا عندي 70 سنه، لاني ببقى بس يعني عايزه اعدي اليوم بسلام، عايزه اعدي اليوم ان هو يعدي بس اليوم وخلاص. يعني ان الحمد لله ولادي كويسين، البيت كويس، جوزي كويس، انا كويسه، عملت فروضي، اديت بيتي، ولادي كلوا، ظبطت دنيتي. بس يعني والله العظيم يعني واجبي على ولادي، واجبي على بيتي، وربنا قبل اي حاجة، محافظة على بيتي وعلى ولادي، خلاص مش عايزة اي حاجة تانية من الدنيا والله العظيم. فبقيت حاسة ان احنا كبرنا قوي، اللي هو يعني مش عارف مش عارفة عجزنا ولا ايه. بس فالحمد لله. يمكن برضو كذا حد قال لي يا موني العفش، موني المطبخ، موني بصوا، انا يا جماعة اللي هو بين الماضي والحاضر والمستقبل، عارفين اللي هو ازاي. انا ولا واحده مثلا بقالي 3 4 سنين متجوزه وعفشي بقى جديد، وحتى لو ايجار، مش بتكلم بقى في شقه ايجار تمليك بتاع، لا مش بتكلم في كده يعني، ولا هو مودرن قوي واحدث صيحات واحدث ديكورات واحدث مفارش واحدث سجاد، ولا انا مثلا حد متجوز من 30 سنه ولا 25 سنه، والبيت بقى اللي هو الطابع القديم بتاع زمان بتاعنا ده، مع انه كان احلى ايام. اللي من جيلي او اكبر مني بشويه يعرف ان دي كانت احلى ايام. يمكن كنت بتكلم مع ولادي من كام يوم وبقول لهم الكلام ده، بقول لهم نفسي النت يقطع تاني، نفسي التليفونات تتمنع تاني، نفسي النت ما يبقاش موجود. كانت احلى ايام، قسما بالله احلى ايام. فانا يعتبر اللي هو ايه، الحمد لله يعني انا بقالي 19 سنه متجوزه، فاللي هو عارفين يعني بيتي بحس ان هو انا مبسوطه بيه، يعني مبسوطه. عفشي ممكن يكون مش قد كده قوي، بس مبسوطه بيه. ممكن اكون يعني مش احدث موديل ومش احدث مطبخ بس الحمد لله مرتاحه فيه. القناعه والرضا. مش بنتي عندك ايه؟ القناعه والرضا بان انتي شايفه دنيتك ازاي، بان انتي تخلي اللي انتي قاعده فيه ده جنه، بان انتي لو قاعده في اوضه وصاله تخليها جنه بايدك انتي، آم، بنظافتك، بشياكتك، بلمستك، بوردية. عارفة لو حطيتي وردية جديدة هتحسي ان الدنيا بقت احلى والدنيا بقت الطف، وان انتي عايشة مود جديد. ياما ناس عايشة في شقق وفي فيلل وفي قصور والله العظيم ما مرتاحة، ولا عندها قناعة ولا عندها رضا باللي هي فيه، وبرضه باصة للي في ايد غيرها. ممكن تكون عندها نعم ربنا كتير، بس باصة مثلا حاجة مش عندها في ايد غيرها. لا، ما تبصيش لحد، بصي لنفسك، خلي عندك قناعة ورضا بنفسك. انا مبسوطة قوي. عارفين ان انا عندي كده والله العظيم الحمد لله من جوايا كده عندي رضا، قناعة. احيانا مش هضحك عليكم، برجع مثلا ازعل شوية اقول ايه، كان زماني مثلا عملت كذا، لا انا لو اتصرفت في ده صح كان زماني عملت كذا. لو خدت القرار، بس في الاول وفي الاخر كل حاجة نصيب، في الاول وفي الاخر سبحان الله، لو ما كانش مثلا حصل حاجة ما كانش حصل حاجة تانية، في حاجات مترتبة على حاجات تانية، انتوا فاهمين؟ فدايما الحمد لله ببص للجزء الحلو،
دايما ببص للجزء اللي هو الحمد لله، لا انا عندي كذا، الحمد لله انا ربنا مديني، الحمد لله الحمد لله. بصي دايما للي في ايدك حلو، بصي دايما لنفسك بشكل حلو، منظور حلو، صدقيني والله هترتاحي. متقعديش تبصي لفلانه وعلانه وانتي فلانه عامله، فلانه مخليه، فلانه مسويه، هو انتي مش عارفه ايه، هو انتي عامله كده ازاي، هو انتي لا، ما تقارنيش نفسك بحد. كل حد وليه شخصيته وليه حياته وليه دنيته بس. فالحمد لله انا مبسوطه جدا، الحمد لله راضيه عن نفسي قوي، الحمد لله عندي قناعه ورضا بحالي الحمد لله. بصوا بقى، انا نزلت الحمد لله، جبت شويه حاجات كده وانا تحت طبق كان هيتكسر مني. بصوا جبت موز اهو، كنت بصراحه محتاجه له، قلت كمان عشان افطر عليه، افطر على موزايه كده، بس انا مطلعه من الكيسه اهو يا بنات. بصوا جبت اهو، تقريبا عملت 2 كيلو ونص 3 كيلو حاجه كده. الله اكبر الله اعظم، الاذان بيأذن اهو، الاذان اذن وانا بكلمكم، ربنا يتقبل مننا يا رب، اللهم امين. جبت كمان سفنجي وجبت حاجات، هروح بس هعبي السفنجي هنا عشان الاذان حرام وارجع لكم تاني. بصوا حطيتها في اطباق ازاز اهي، تمام. جبت ايه بقى؟ جبت رنجه، معرفش طالبه معانا ليه انا وملك اليومين دول، رنجه فسيخ مش عارفه. جبت كده نص بانيه، نص البانيه ده هقسمه بين لوزه هعمل لها، هتشوفوا دلوقتي، وبين مازن هتشوفوا برضو هعمل له ايه. جبت بقى ايه، جبت واحده سبراي كده ذهبي، لكم ان تتخيلوا ان انا لسه جايباها من قريب، يعني من شهرين ولا حاجه، يعني كانت ب45 او ب40، هي اصلا كانت ب25، فضل يغلى 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 يغلى، النهارده جايباها ب60 جنيه. يعني كنت عايزه اجيب ابيض واسود وذهبي، جبت واحده بس ذهبي اللي انا محتاجه اعمل بيها حاجه، الله المستعان. بصوا بقى، وانا ماشيه في السوق عجبني قوي الطقم السكر ده، وانا عندي طقم كوبايات رمضان بس عليه اشكال رمضانيه، عجبني ده بقى ليه، هو كده لونين بس مكتوب عليه رمضان كريم، لقيت حتى برضو رمضان كريم منقرش كده، بس لا حسيت ان ده شكله شيك قوي اهو. بصوا في كده شغل ارابيسك من ورا، في شبه الخياميه والحاجات دي، ولقيت كده رمضان كريم شكله حلو قوي، لونها بني في بيج كده، والخامه بتاعتها حلوه. دي ب55 جنيه، الطقم ده ب55، 6 كوبايات تمام. كنت هجيب مجات شوربه كمان بس لقيت التلاتة ب60 وانا محتاجه 4، فهشوف حد يكون بيبيعه بفرداني، يعني اجيب 4 بس على قد انا والولاد، وبرضه هعمل حساب عالي عشان ان شاء الله يبقى موجود في البيت يعني، فاهميني. بس اهو دي الحاجات اللي انا جبتها، يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. بس فبحاول ان انا اعمل كل حاجه تخليني مبسوطه. ممكن مثلا سبحان الله، هي كل حد فينا في حاجه بتبسطه شكل، في حد بيتبسط جدا من القرايه، في حد بيتبسط بقعده بلمة صحاب، في حد بيتبسط بلمة اهل، في حد بيتبسط بوحدته، في حد بيتبسط مثلا هقول لكم ايه، لما بينزل يتمشى، لما بينزل يعمل شوبينج، لما بس فكل واحد يعني ايه الرضا ده بيجيله سبحان الله، يعني من منظور شكل او بشكل تاني او بشكل غير التاني، فاهميني. بس والله بصوا كلامي ده كله يعني يمكن يكون بيلف ويدور حوالين ان انا عايزه اقول لكم حبوا نفسكم، خلي عندك قناعه بنفسك ورضا رضا بنفسك ورضا بحالك، ما تبصيش لغيرك، ما تبصيش لده عنده ايه ولا دي عملت ايه، انت متعرفيش كل واحد فينا عامل ازاي، او كل حد في اللي قدامك ده عامل ازاي. بس فالحمد لله على كل حال، يا رب رزقنا ورزقكم كل حاجه حلوه، امين يا رب العالمين. يكرمني ويكرمكم يا رب، ويوسع رزقنا يا رب، يفك كربنا يا رب، ينجح لنا ولادنا ويسترها علينا ويكفينا شر المستخبي يا رب، اللهم امين. بس ربنا يحفظنا كلنا يا رب. عايزه اقول لكم انا كده بعمل ايه، انا كده بعمل اكل لينا كلنا مره واحده لحد لوزه. طلعت خضاري، ايه المشترك بينا؟ ان انا مثلا لوزه هعمل لها اكل زي ما عملت لها المره اللي فاتت، كلكم قلتوا لي يا منى خلي بالك من البصل، فانا ما حطيتلهوش، مع ان على فكره لما انا سمعت ان هو مش مضر، هو ما بيعملش حاجه، بالعكس هو ممكن يكون التوم اللي غلط، انما البصل ما بيعملش اي حاجه خالص. هو ممكن يكون الكريز غلط، السكريات غلط لان هي ما عندهاش بنكرياس، حلويات والحاجات دي غلط، انما البصل مفيش اي ضرر منه، بالعكس على فكرة ده يعتبر مضاد حيوي للحيوانات. بس برضو ما حطيتش، يعني انا خفت
قعدت ادور والله في الموضوع ولقيت ان لا عادي، بس خفت يعني الا يكون حد فيكم مثلا مر بتجربة او حاجة وفعلا مثلا حصل مع قطته حاجة، فانا مش عايزة اضرها يعني. بس حطيت لها جزر وحطيت لها كوس بتاع دي بطاطس، كنت عايزه اجيب لها كوسه بس ما لقيتش. عايزه اقول لكم ان انا الاكله دي بتقعد معايا مثلا 3 4 ايام في التلاجة. هي ببقى حاطه لها دراي فود، وفي نفس الوقت ممكن مثلا الصبح اروح حاطه لها جبنه، حته جبنه مثلثات ممكن مثلا اكلها لها اول ما اقوم من النوم. ساعات مثلا باجي اكل فهي تبصلي او تيجي مثلا تطلع على رجلي، فاروح واخده لها حته جبنه مثلثات جنبي اكلها لها مثلا في الفطار. في الغدا احط لها بقى الاكله دي مشبعه جدا، بحط لها كده فراخ فيليه على جزر على بطاطس. وفي نص السلق يعني في وسط ما الميه بتغلي اروح نازله غسله شويه رز ونازله بيهم. فعايزه اقول لكم بصوا بيبقى نشويات وخضار وبروتين في نفس الوقت. تمام. انا عندي لوزه مش بتحب البيض قوي يعني، فانا مش بعمل لها بيض كتير. هنا بقى كان مازن عايز اكله معينه احنا بناكلها في بريوش، في ايام ما كان علي بيشغل لسه فيه من كام سنه. فكان مازن بيحب الاكله دي قوي اللي هي البيكاتا بالمشروم، وكنا ساعات بناكلها فراخ او لحمه. المهم ان هو بيحب المشروم يعني هو وعلي. فلقيت الطبق ده، كنت بجيب حاجات من عند مصراوي من كام يوم، فلقيت الطبق بتاع المشروم ده. فقلت يا بنتي ايه جيبيه واعملي له كده حاجه بيحبها، بقاله كتير مش بياكل اكل عدل. ولا هي والله يعني، يمكن سدين نفسي انا نفسي يعني شخصيا. يا جماعه ناكل ايه اللي تعمليه؟ ايوه ماشي، ما قولوا لي طيب قرار يعني، قولوا لي اي يعني افتكاسه اختراع. طب اي اقتراحات، اي حاجه ماما. اجي اعمل اي حاجه يقعدوا على الاكل لقمه ويقوموا. والله العظيم كم مره اقول لهم طب هو انا اكلي وحش؟ يقولوا لي لا والله يا ماما اكلك جميل. بس ما اعرفش هي نفسهم بقى مش عارفه. كمان خلاص قربنا بقى من الامتحانات وقربنا من المراجعات ودخلنا على رمضان. ويمكن الولاد متأثرين قوي بقلة وجود ابوهم في الوقت ده بالذات، وايام رمضان والكلام ده كله مفتقدين الايام دي اما كنا بننزل بقى ونجيب حاجة رمضان سوا وننضف البيت سوا. يعني حتى لو كان في شغله كان برضو بيبقى موجود يعني، فالحمد لله على كل حال الحمد لله. ربنا يرجعه بالسلامة يا رب ويحفظ كل اب لولاده ويرزق كل اب امين يا رب العالمين. بس بحاول والله على قد ما اقدر ان انا يعني اهو بحاول اعمل اي حاجه تبسطهم، بس برضو بحس ان انا يعني مش بعوضهم برضو. فالله المستعان. هنا بقى طب ايه يا ماما هتعملي لي؟ قلت له بص هعمل لك رز بسمتي وهعمل لك بكتب المشروم. قال لي بجد انا عندي ملك مش بتحب المشروم زيي؟ قلت له اه والله تعالى وانا اعمل لك طبق حلو كده. قال لي خلاص ماشي. المهم عايزه اقول لكم ما كملهوش برضو، بس يعني ايه يعني كل شويه وعجبه قوي. قال لي يا ماما بجد جميل تسلم ايدك. هنا بقى عملت الرز البسمتي عادي جدا، بس ما حطيتش كركم ولا حاجه. هو قال لي مش عايز لون. نزلت باللومي والقرفه والحبهان والقرنفل والورق اللورا وفلفل اسمر، قلبت كويس قوي لحد ما ريحه يعني كل ده طلع. وبعد كده قمت نازله عليه بالرز، اديته تشويحه، وقمت نازله عليه بالميه المغليه. عايزه اقول لكم عبال ما عملت الفراخ كان هو اساسا استوى وغرفت له. يعني لو هتاخدوا بالكم دلوقتي انا ما سبتش الرز على النار اصلا، يعني قصدي ما قعدش بعد الفراخ بعد وقت الفراخ. والفراخ كده كده يعني ما بتقعدش على النار برضو لان بتبقى ضعيفه، بتستوي على طول. حطيت بقى كده قطعتين زبده، ما رضيتش احط ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. حطيت بقى كده قطعتين زبده ونزلت، انا بستخدم زبده فرن. نزلت بقى كده عليها بالفريخ اديتها تشويحه، وبعد كده هنزل عليها بالمشروم واديها تشويحه. هنا بقى اليوم اللي انا بعمل فيه لمازن مثلا حاجه بيحبها، باكل انا وملك حاجه بتحبها، اكلت انا وملك حاجه بنحبها، بعمل لمازن او بجيب لمازن حاجه بيحبها. بحاول والله ان انا اوازن الدنيا يعني عشان ايه يعني بحاول ان انا يعني ايه اعادل المعادله. بس فالحمد لله على كل حال، ربنا يا رب يهديهم ويصلح حالهم ويعدي الشهرين دول على خير. اللي انا يعني ايه شهرين صعبين قوي، كل اللي في ثانويه عامه حاسس و... وانا بقى كمان يعني ايه الحمد لله. الحمد لله على كل حال، ربنا يقدرنا ويقوينا ويعدي الشهرين دول على خير. المفروض ان انا عايزه انزل اعمل الاستماره بتاعته، حاسه ان انا اتاخرت فيها جدا. بس والله المستر بتاعه النهارده كلمني قال لي يا ام مازن، قلت له لا الصبح هنزل ادفع المصاريف ان شاء الله
و... ويتصور واروح بقى اطبع له الاستمارة بكرة باذن الله. ويوم الاربعاء الصبح اروح انا وهو المدرسة ونظبط الدنيا، او هو يروح يخلص استمارته في المدرسة زي ما ربنا يريد. هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. والله المستر بتاعه قال لي بعتيلي بس الورق وملكيش دعوه، قلت له حاضر. فهظبط الدنيا بكره، ادفع المصاريف في البريد وورق الاستماره والكلام ده كله، والله المستعان. ربنا يكرمكم يا رب وينجحكم كلكم يا رب، اللهم امين. بصوا بقى، اديت كده تشويحه وبعد كده نزلت بالدقيق، اديته برضو تشويحه، لازم تشوحيه وبعد كده تنزلي عليه باللبن عشان يربط. عندك كريمه حطي، من غير دقيق ومن غير لبن حطي كريمه على طول. بس الصراحة ما عنديش، فنزلت عليه معلقة دقيق وبعد كده نزلت عليه باللبن اول ما ربط وبدأ يتقل معايا، بدأت ازود اللبن عشان يتظبط. وبعد كده نزلت عليه بملح وفلفل اسمر بس. بصوا عبال والله ما خلصت الفراخ ما ركنتهاش على جنب ثواني ثواني، كان الرز اصلا مستوي. بدأت بقى احط بس كوبايات جميلة قوي قوي، عايزة اشيلها في الضلفة فوق عبال ما انزل بقى حاجة رمضان كلها ان شاء الله، واطلع الحاجة اللي في قلب السرير والفوانيس وكده، عشان قبل رمضان بيومين 3 كده نفرش بقى. بس حطيت له طبعا، قال لي ماما ايه كل ده، هو انا هاكل كل ده مع ان الطبق صغير مش كبير، بس اهو ربنا يهديه والله. قلت له خلاص خلي الباقي بقى لبكره ان شاء الله. هنا بقى دخلت عملت انا وملك الرنجة، برضو اكله حلوه. ما اعرفش بقينا بنميل للاكل الحرش ده. انا نفسي اكل ايه بقى بكره، نفسي اكل بكره كرنبيت. قرنبيط عشان في ناس بتقول لي يا موني مش كرنبيط، هو مش بالكاف هو بالقاف. ايوه صح، انتوا معاكوا حق، هو قرنبيط بس انا مش بعرف اقول قرنبيط دي فتلاقوني بقول كرنبيط. وكرنب المفروض لا كرنب بالكاف كرنب، انما قرنبيط انتوا عندكم اسمه زهرة تقريبا. بس هبدأ ان انا بقى اقشر كده رنجايه. انا بجيب 2 بس انا وملك، بعملهم زي سلطة كده. ممكن تقطعي عليهم فلفل وممكن تقطعي عليهم بصل اخضر، ممكن تقطعي اللي انتي عايزاه، بس انا بقطع بصل وطماطم بس. وبعد كده هرش بقى ليمون وزيت وخل. بتبقى اكله حلوه جدا جدا. انا بقى في اللحظه دي كده خلاص كان اكل لوزة خلص وبتاكل. مازن كان بياكل، وانا خلاص اللي هو البطاطس على النار. عبال البطاطس ما تتحمر، يعني انا عبال ما خلصت الرنجة بجد والله العظيم، عبال ما خلصت الرنجة كانت البطاطس اتحمرت. يا دوبك حطيت البطاطس في الطبق وكلنا انا وميكي بس. ونزلت بقى بالليل كده، رحت مشوار برضو قضيته مع عمتنا وجينا على طول. ورحت السوق جبت برضو شوية حاجات وجينا على طول. عايزين بقى نخلص الشقة اللي مش عايزة تخلص دي، مش عارفة هي مش عايزة تخلص ليه مش عايزة تخلص ليه يا جدعان، حد يقولي مع ان الموضوع سهل والله. هو هنا الدولاب خلاص الحمد لله نضيفة زي الفل. في حاجات عايزة مسحة وفي حاجات لأ، في حاجات عملتها وفي حاجات لسه. برضو هكمل اللي انا المفروض يتعامل معاكم ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يقدرني بس ادعولي. اللي انا مش عارفة والله العظيم حاجة غريبة جدا، انا ممكن ابقى في باور اقوم، بصوا بقوم بتشجع واصور واحط الكاميرا وخلاص ومنتج وارفع انشر الفيديو وانام بقى على 3 4 ايام، الاقي نفسي اتدلقت اتقلبت والله العظيم. بلاقي نفسي لا فعلا تعبت، اللي هو 3 4 ايام بقى قاعده كده مش عايزه اعمل حاجه، اعمل الاكل واغسل الطبقين ورق واقعد، وممكن اعمل الاكل وارمي المواعين في الحوض واقعد. ممكن تلاقوني قمت يوم لميت كل الغسيل 3 4 دورات ورا بعض، مليت المنشر بره وجوه والتاني وتمام. وممكن تلاقوني قعدت اسبوع ما بغسلش، مش عايزه اغسل. البسوا من اللي عندكم غيروا مش مهم، املوا الباسكت مش مشكله، هبقى اغسله كده فاهمين. فالله المستعان. وده اكلنا بقى النهارده، ده البطروخ الناشف ده بحبه، والمخرز ده قوي قوي، وبصل الاخضر الجميل ده. بعد كده دخلت بقى كنت غسلت الفوط نقعاها من بالليل، نقعاها يعني نقعاها في الميه في الغساله من بالليل، بقيت زي الفل. هحطها على المنشر لان انا خايفه برضو من الشتاء وبعدين بتطير. الصراحه بلكونه بره تراب وميه ويختي ده انا مستنيني منعطف تاريخي في الريسبشن. بس والله هيخلص على طول والدنيا كلها بتبقى زي الفل. هو بس ايه الطلعه الاولانيه، انتوا عارفين مجرد ما تخشي تيجي مثلا تمسكي ضلفه تلاقي نفسك جريتي المطبخ كله، هتمسكي حاجه تلاقي نفسك جريتي كله.
الله المستعان. ربنا يقدرني ويقدركم ويعيننا ويعينكم، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان، امين يا رب العالمين. واستنوني في فيديو جديد، ومتنسوش اللايك، ومتنسوش تعليقاتكم الحلوه وشير واشتراك، واشوفكم على خير. بسلامه الله يا حبايبي، مع الف سلامه.